صباح الخير، ازيكم يا حلوين؟ النهارده جايلكم فيديو اشرح لكم ازاي تدوا لنفسكم حقن عضل في البيت بدون خوف بدون الم بكل سهوله. النهارده كده صحيت الساعه 4 الفجر، تعبانه جدا وعايزه اجيب اللي في معدتي وكده، فقلت اخد دواء لهدي المعده. ما قدرتش بصراحه لان معدتي مش مستحمله احط فيها اي حاجه، فقلت اجيب حقنه الترجيع. ماشي، وجبت السرنجه معانا، فنفتح كده السرنجه بالشكل ده، نبدا نحضر السرنجه. ماشي، ونبدا نظبط السن الشفه بتاعته تبقى بين الدراعين اللي هنا كده بالشكل ده، تمام. ونبدا نتاكد ان الحقنه شغاله كويس، ونغطيها كده ونخليها على جنب، ونبدا نفتح الحقنه بتاعتنا بالشكل ده. بالشكل كده نجيب الحقنه معانا، نبدا نسحب كل محتويات الحقنه بالشكل ده. وبعد كده نخبط خبطتين كده بالشكل ده، ونخرج كل محتويات الحقنه كده. بالشكل ده كده تبقى الحقنه جاهزه معانا. تعالوا بقى اشرح لكم ازاي هندي الحقنه في العضله، عضله الفخذ، ازاي نحدد المكان وازاي نحطها بكل سهوله. خليكم معايا كده يا حبايبي. العضله بتاعتنا تمام، الركبه بتاعتنا اهي تمام. هنحط ايدينا هنا كده 4 صوابع، نحط الايد التانية هنا كده 4 صوابع، وهندي في المكان ده، تمام. طيب العضله اهي في النص، تمام. مش هندي هنا كده في النص بالظبط، لا، هنميل كده بره سنه صغيره، تمام. هنقول كده بسم الله معانا، نبدا نعمل تخدير كده للمكان اللي احنا هندي فيه، تمام. وبعد كده احنا في النص اهو، العضله اهي في النص اهو، نبدا ندخل كده بسم الله الرحمن الرحيم بشكل عمودي كده بالشكل ده، تمام. اهي الحقنه دخلت كلها اهي زي ما انتوا شايفين، تمام. هنبدا نسحب، تمام اهو، مفيش حاجه خرجت، يبقى احنا في المكان الصح. ونبدا ننزل بالدواء بالشكل ده كده، ونخرج زي ما نخرج زي ما خرجنا بالشكل المستقيم ده، بس كده. ونضغط عليها ضغطه جامده كده شويه لمده دقيقه، تمام، بالشكل دوت. نكون ادينا نفسنا الحقنه في عضله الفخذ بكل سهوله. يا ريت بقى ما تنسوش لو الفيديو عجبكم اللايك الجميل والشير الاجمل والتعليق الاجمل بكتير. متنسونيش بقى في دعواتكم الحلوه. السلام عليكم ورحمه الله.